ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ تعالوا نعمل حاجة كده الجوع ايه الليل واخره. حاجة كده يعني شبيهة بأم علي. ممكن يعني ايه نسميها ابو علي طالما مش ام علي. ده عبارة عن عيش اسمه عيش مرحرح. بيبقى بالشكل ده كده، وببتدي ان انا اكسره. نقدر كمان نعمله بالرقاق الناشف، بيبقى طعمه خرافة يعني. الرقاق الناشف طعم مختلف عن ده شوية. كل واحد ليه طعمه، بس بجد الاتنين طعمهم حلوين قوي. كسرتهم طبعا الحجم اللي انا عايزاه بالكمية اللي انا عايزاها. وهجيب عندي كنكة لبن. ماشي، بتملوها بقى المقدار اللي انتوا عايزينه. وهبتدي ان انا احط فيها السكر عشان يدوب في اللبن. ما احطش السكر على العيش بتاعي كده على طول، عشان ما يقرقش معايا. يعني هحط كده ايه كمية السكر اللي انا عايزاها واقلبها، وابتدي ان انا اغليه على النار. وبعد ما اغليه هحطه عليه، وتعالوا نشوف بقى هيبوش ويبقى معايا عامل ازاي. كده اللبن غلي معايا. بصوا هبتدي بقى ايه اوزعه كده علشان يبوش العيش معايا. بجد جربوها هتدعولي، وصفة رائعة وحلوة ومشبعة جدا، مغذية للأطفال كمان مش للكبار بس. ممكن بقى نحط عليها عسل بدل السكر، نحط مكسرات. يعني بصوا ابدعوا كده، ممكن نحط فواكه برضو هتبقى جميلة جدا، بس هي لوحدها كده غنية ومشبعة جدا. بصوا يبتدي بقى العيش كده يبوش تحت، ويعمل بقى طعم جميل جدا. جربوه وقولولي رأيكم. ده فيديو النهاردة، باي باي.